عسلامة ومرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله باش نبارتاجي معاكم فيديو جديد وريسيت جديدة. اليوم ان شاء الله باش نبارتاجي معاكم ريسيت بسكوي جوز الهند بمكونات بسيطة وموجودة في كل دار. كملوا الفيديو للاخر باش تشوفوا الريسيت. اول حاجة نبداو بها نحضر مع بعضنا شحور، نسحقوا كيس سكر عليه كيس ماء وبعد نحركوه مع بعضهم ونحطوهم على نار هادية يعقد، وبعد قبل نطفيو عليه ونزيدوا عليه عصرة قارص. هوني بالنسبة للبات هوني نستحق 300 جرام سكر، عليهم ساشي سكر فانيليا، عليهم 300 جرام زيت ذرة زيت نباتي، عليهم 4 بيضات بحرارة الغرفة وساشي خميرة مرطبات. بعد نمشيو نحضر مع بعضنا البات. هوني نصبو العظم نزيدو عليهم كمية السكر وبعد نحركو بسباتيل عادي يذوب السكر بالكدا. هوني منسحقوش باتير، نحاولو نذوبو السكر نحركو بسباتيل اللي يذوب السكر. وبعد نبداو نزيدو كمية الزيت متاعنا ونحركو بسباتيل او ميم طون للخليط متاعنا يتجانس. هوني باش نزيد ساشي خميرة المرطبات وبعد نبدأ نزيد الفرينة بشوية بشوية. هوني كونتيتي الفرينة بريسك 500 غرام، مي انا باش نزيد بشوية بشوية في نفس ونحرك في نفس الوقت. وبيان سور الفرينة تكون مغربلة، نبقى نزيد الفرينة ونحرك كل مرة بشوية بشوية اللي البات متاعنا تتماسك. هوني البات باش تشرب برشا زيت برشا فرينة على خاطر فيها برشا زيت. نبقى بشوية بشوية نزيد الفرينة ونحرك او ميم طون. هوني سي بون البات بدات تشد بعضها، باش نزيد مغرفة كبيرة نشا ونكمل نعجن البات بيدي تتشكل بالكدا. هوني سي بون البات نتاعنا شدت بعضها. باش نمشي نشكلها على الباياس. هوني على الباياس ما نسحقش ندهنو ولا رشو بالفرينة على خاطر البات مزيتة بالكدا. ما نسحقوش ما تتلصقش لا على البلاتو لا على الباياس. نحاول عادي نشكلها سو فورم ريكتانغولير، نحاول نشكلهم الكل نفس الحجم، نشكل ونحط في البلاتو نتاعنا. كيما قلت لكم البلاتو ما يستحقش حتى هو ندهنوه على خاطر البات مزيتة بالكدا. هوني سي بون كملنا. باش نهز البلاتو متاعي نشعل عليه على فور 150 ديجري من فوق ومن اللوطة لمدة 10 دقائق. هوني باش نكمل البلاتو الثاني باش نكمل نحضره. هوني سي بون البلاتو الثاني حضر. كالعادة باش نحطوه على فور 150 ديجري نشعلو عليه من فوق ومن اللوطة لمدة 10 دقائق. هوني البلاتو متاعنا حضر، البلاتو الاول حضر سي بون. شوفوا كيف دوبا هكا يحمار ويشد روحو. نخرجوه ديريكت، نخلوه يبرد في عقله. دوبا احنا حضرنا الشحور. بيان سور هوني الشحور يكون بارد. نستحقوا جوز الهند بودر وبلاتو. نبداو نحطوا الكعبات في الشحور، نسقطروهم بالباهي من الشحور وبعد نرملوهم في جوز الهند. هوني بالنسبه للكونتيتي كما قلت لكم راهي البات هذه طيحت لي بريسك كيلو وربع بسكوي. راهي على الاخر اقتصاديه سهله وخفيفه وبنينه على الاخر وخفلف فيسع فيسع ما طبطاش. بالحق محلاه على الاخر في قهوه الصباح للعشويه حتى في العيد. انا ديما نعمل في العيد في رمضان
بالحق وحتى العباد اللي تحب تعمل بروجي ولا تسترزق ولا حاجة، راهو فكرة بروجي ينجح على الآخر، خاطر ساهل واقتصادي ومكوناته موجودين في كل دار وخفلف بالحق، جربوه وما تندموش. دونك هوني سي بون بريسك كملنا. دونك ما بكاني يقال نقول لكم ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ما تنساوش تخلوا لي لايك كومنتير، ما تنساوش تجربوه، ان شاء الله نتقابلوا في فيديو اخر. كان نقول لكم سلام.